ربنا على الحاجات دي من صغرنا. امك بتوفر يا عبدو، مبتبقاش عايزه تديني فلوس. اللي هي من حقي. بتوفر لمين يعني؟ ما هو ليا وليكي. عبدو انا لازم تعملي مصروف خاص بيا. مش هينفع الكلام ده، مش هينفع. لازم تعملي مصروف خاص بيا. وانت يا بنت الناس احنا من ساعه ما اتجوزنا ومن قبل ما نتجوز كمان، وانت عارفه ان المصروف هتاخديه من امي، صح ولا غلط؟ ما ينفعش معايا، ما لقيتهاش عيشه. والله ازاي العظيم والله ما لقيتها جايه عيشه. بعد 3 سنين وتقولي دي مش عيشه؟ لا مش جايه بعد 3 سنين اقول لك دي مش عيشه، ما ينفعش. والله العظيم دي مش عيشه. الخلاصه ايه؟ عايزه ايه يعني؟ عايزه مصروف كل شهر؟ عايزه اعمل. كام؟ اقسم لي مصروف كل شهر. اقسم لي انت بتقبض 5000. هم؟ ادي لامك 2.5 يا عم، وسيب لي 2.5 مشوا بيها بيتي. 2.5 ليكي و2.5 لامي. ما انا قسمتها لك بالعدل اهو، ما انا اعمل ايه طيب؟ انا شايفه ده اللي يرضي ربنا، اعمل ايه طيب؟ انا لو عملت كده امي هتقعد تتخانق معايا. خلاص يا عبدو، اللي انت شايفه ما تعملش حاجه. خلينا استلف من الناس، وخلينا اعمل حركه زي كده وانت تيجي تزعق لي وانا مش بايدي. ما انا هعمل ايه؟ انا كل ما اجي اطلب من امك تعمل لي احلى فضيحه واحلى مشكله واحلى طب وتحقيق بقى، تفتح معايا قصص بص، ومواويل. انت واخده كام من ام احمد؟ 600 جنيه. خد 600 جنيه همت، اديهم لها، ما تخليش حاجه عليك لحد، ماشي؟ ماشي يا عم. وانا يا ستي هتكلم مع امي واطلع لك مصروف كل شهر ليك انت لوحدك، ماشي يا عم. ماشي؟ ماشي. عشان ارضيكي وارضيها، هي امي برضو ما ينفعش ازعلها. ده كان لازم يحصل من زمان يا عبد. المفروض مراتك ليها حق عليك وامك ليها حق عليك، تعدل ما حاضر، بين الاتنين. حاضر يا حبيبتي، انا هعدل وهتكلم بس مع امي واطلع لك انت مصروف ليك انت خاص بيكي كل شهر، ماشي يا يبقى عبد. معاك انت، ماشي؟ خلاص واديها هي ماشي. الباقي. مرضيه يا اما؟ مرضي يا عبد، مفيش اي ماشي، حاجه. يلا يا حبيبتي. ماشي. انا هنزل انا بقى اروح لامي، ماشي؟ ماشي.